من طلبة وباحثين ورجال أعمال للتشاور وتبادل الأفكار والخبرات. لكن اسمحوا لي أولا أن أعبر عن ملاحظتين سريعتين أنني يعني لاحظتهما اليوم، وهو أنه يعني ما حد طلب مني تصور معايا، كلكم طلبتوا تصوروا مع محمد فرح ولا حد طلب تصوروا معايا، يعني ما فهمتش يعني أنا بس أحسن لباس ممكن وجيت. مرحلة ثانية وهي يعني رغم حبي الشديد للغة العربية فيجب أن ننتبه بشدة إلى المفردات والجمل والتركيبات التي أستعملها، ذلك لوجود نفس الشخص بجانبي وهو يعني النجم الذي سطع، الذي ندعو له بالبركة وبالتوفيق إن شاء الله، وهو يستاهل كل صورة أخذتها معاه وكل قبلة سلمتها على جبينه ويستاهلها. فإذا أبدأ كلامي بالآية الكريمة التي تقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الآية الكريمة في الحقيقة بحثت كثيرا عن تفسيرها في مختلف المراجع، ولم أجد تفسيرا يعني يرضيني أو يشفي خليل بحثي. فهذه الآية الكريمة تحث حثا شديدا من وجهة نظري على العمل المتواصل الصعب الذي بعده مباشرة يلتقي الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ويحاسبه عليه. أعتقد هذه تنطبق علينا، تنطبق على حال الجزائر الآن. فوضعنا في الحقيقة على مستوى الدولة، على مستوى العالم، وضع مختبراتنا، وضع بحوثنا وباحثينا والبحوث التي تنشر من جامعاتنا. الحقيقة يجب أن لا نخفي الشمس بالغرباء مثل الجزائر. نحن بعيدون جدا، بعيدون كل البعد عن المستوى المطلوب أو المستوى المتناسب مع قدراتنا المادية وقدراتنا البشرية، لا شك في ذلك. فإذا هناك خلل يجب معالجته بأسرع وقت، وأعتقد أن هذه الفعالية تدخل في هذا الإطار. هذه الفعالية هي نداء لمن يريد أن يستمع بأن هناك حالة طارئة. لماذا أقول طارئة؟ لأن العالم لا يرحم الإنسان عادة. في كثير من قراءة التاريخ تجدون أن الإنسان لا يرحم أخيه الإنسان. إذا تطور الغرب بمسافة كبيرة جدا يقدر يحرم علينا الدواء، يقدر يحرم علينا التكنولوجيا، يقدر يحرم علينا كل شيء، يقدر يحرم علينا الأنسولين، يقدر يحرم علينا الإنترنت. يعني الجانب الجيوسياسي الذي لن أدخل فيه معروف لدينا جميعا. يكفي اتباع الأخبار التي نراها في اليوم حتى نرى أن وضعنا كعرب كمسلمين نحن وضع ليس بالسهل. فبالتالي يجب حشد الهمم، يجب جمع القدرات، يجب جمع الناس وحثهم. يعني حتى الحضور الموجودين اليوم هنا واللي هم غير متخصصين غير باحثين، اللي هم آباء وأمهات أسر، يجب حث أبنائكم على العلم. يجب أن نفكر الناس بأن العلم فرض عين وليس فرض كفاية. لماذا؟ لأنه الأمن القومي للبلد يعتمد عليه. الآن أحكي لكم هذه القصة قصيرة. عندي صديق في الطيران الحربي الجزائري، سألته اليوم من زمان، يعني من 25 أو 30 سنة، كان شاب طيار. ففي ذلك الوقت كان الأسطول الخامس أو السادس الأمريكي يناور في البحر الأبيض المتوسط، يعني سواء خطة أو استفزاز أو إلى آخره. فقلت: أخي، يعني ما هي قدراتك أنت أمام طائرة أمريكية اف ما أدري كام 15 أو كذا في ذلك الوقت؟ فقال لي حسان، قال لي العملية بسيطة جدا. قال لي: هو يراني على بعد 250 كيلومتر وأنا لا أراه إلا على بعد 50 كيلومتر. فقال لي: فصل في الموضوع، يعني قضي الأمر. هو راداره سوفيستيكيتد، يقدر يشوفني على 250 كيلومتر، وبالتالي يضبط صواريخه علي وأنا لا أدري أنه موجود حتى. يعني فالمعركة حسمت شلون؟ حسمت تكنولوجيا.
فهذا المثال ينطبق على كل شيء في الحقيقة، مش فقط على الطيران والحرب، ينطبق على كل شيء، على المواد الغذائية، على الأمن المائي. فإذا يجب النظر إلى العلم على أنه مثل ما كنت أقول على أنه فرض عين. في الحقيقة من الرجوع إلى هذه الفعالية، أولا يعني أنا حسيت بعبء كبير أن أكون ممثلا ل 22 عالما. لا أعتقد نفسي يعني مهما كانوا الأسماء التي ذكرت، يعني لا أرى نفسي على الإطلاق أحسنهم، بالعكس تماما، يعني أنا أقلهم علما وهم أكثر مني خبرة وأكثر مني تعمقا في العلم. أما لأنها ربطت ب 22 مجاهد وشهيد اللي أسسوا الثورة، فهنا العلم يصير عظيم جدا، يصير لا يكتمل حقيقة يعني. وحتى أني وصلت إلى درجة أني في نفسي يعني في ذاتي كنت ألوم لماذا هذا العبء المعنوي الشديد على فعالية مثل هذه. كان ربما أحسن تكون أخف شوية حتى نبدأ بالهدوء ولا نتحمل هذا العبء الشديد. هؤلاء 22 العظماء لا يمكن بأي مقياس، بأي ميزان، بأي سلم تقديري أن ننافسهم أو أن نأخذ أماكنهم أو لأنه في الحقيقة صنعوا تاريخ الجزائر وصنعوا تاريخ البشرية في القرن الماضي. فعلى كل حال لا مفر من تحمل المسؤولية. وهذه الفعالية التي تجمع ما بين أطراف ثلاث، ما بين رجال الأعمال، وأنا أشكر الرجل الذي سبقني لا أذكر اسمه، لكن أنا جدا حساس في الكلام الذي قاله وهو في صميم الموضوع في الحقيقة، وقاله باللغة الفرنسية وأنا رد عليه باللغة العربية بأن كلامك جميل جدا وهو في صميم الموضوع. ورجال الأعمال والباحثين الشباب لابد أن نعرف الناس أن كثيرا من البحوث، كثير جدا من البحوث اكتشفوها شباب في 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 بيوتهم او في نقول في موقف السياره تاعو او في مكتبه، حتى انه يشتغل في اداره ويكتشف شيء في الفيزياء او يشتغل في. لماذا؟ لانه عند هذا الباحث الاماتور، الباحث السوليتار، الباحث الذي يشتغل وحده، عنده رغبه شديده جدا وعنده عشق شديد بالقضيه التي يبحث فيها، قد لا تجدها عند الباحث المهني اللي مثله، اللي تلقاه هذه المهنه تاعو، عنده راتب شهري ويبحث شويه ويكتشف ويرجع لداره. الثاني لا. فبالتالي الاهتمام بهذه الفئه من الناس هذا الاهتمام في محله، وسوف يأتي أكله إن شاء الله إذا تواصلت مثل هذه الفعاليات وتكررت ونظمت وقدم لها ما تحتاجه من دعم مادي ومعنوي. السلام عليكم.